مساكم أو صباحكم زي الفل. لو أول مرة تسمعوني، أنا دينا، وده بودكاست قعدة أمهات. عارفين قبل ما أخلف كنت بشوف كلام كتير جدا عن التربية من منطلق إن أنا بحب أثقف نفسي على أي حاجة داخلة عليها جديد، وكان في فكرة كنت مقتنعة بيها فعلا. يمكن كتير منكم شافها زيي في المناهج الجديدة بتاعة التربية. بيقولولك ما تشكريش الطفل على الحاجات اللي هي أصلا من واجباته. يعني لو الطفل سمع الكلام أو لما لعبه، أو قال من فضلك أو قالك شكرا أو تعاون معاكي في حاجة، دي حاجات المفروض إن هو يبقى بيعملها. فما ينفعش كل شوية تقوليله شكرا، ولو هتشكريه يبقى بس لما يعمل حاجة كبيرة أو استثنائية. مش هكذب عليكم، أنا في الأول كنت مقتنعة بالكلام ده، وكنت متخيلة ان دي الطريقة الصح عشان ما مرعش بيها العيال. بس اول ما بقى عندي طفل وابتديت اعيش التربية ومارسها معاه كل يوم من وهو عنده سنة وسنة ونص وسنتين، اكتشفت ان في فرق كبير جدا ما بين الكلام اللي بيبان ان هو منطقي وما بين اللي بينجح فعلا في الحياة اليومية. فاكتشفت ان كلمة شكرا دي من اكتر الكلمات اللي فرقت في علاقتي بابني. انا بشكره لما بيسمع الكلام، وبشكره لما بيستنى، وبشكره لما بيساعدني، وبشكره لما بيفتكر يعمل حاجة من غير ما اقوله، وبشكره على الحاجات اللي هي فعلا جزء من الروتين اليومي بتاعه. وده مش معناه اكيد ان كل مرة بقعد اسقف له او اعمل له احتفال او احسسه ان هو عمل انجاز تاريخي، لا خالص. بس هي مجرد كلمة بسيطة: شكرا يا حبيبي، انا مبسوطة ان انت سمعت كلامي من اول مرة، شكرا ان انت استنيت، شكرا انك ساعدتني. هي ثواني وبتنتهي، بس انتوا مش متخيلين تأثير الكلمة دي على الأطفال كبير ازاي. عارفين المشكلة ان احنا اوقات بننسى إن الطفل ده حتى لو عنده سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 4، هو إنسان صغير، ولكن هو بيتعلم وعنده مشاعر، بيحس جدا إذا كان اللي بيعمله ده حد أخد باله منه ولا ما أخدش. وفي فرق كبير قوي ما بين إنك تشكري ابنك وما بين إنك تديله مكافأة. دي نقطة بتلخبط ناس كتير. أنا مش بقوله لو سمعت الكلام أنا هجيب لك لعبة، ولا بقوله لو لميت لعبك هجيب لك شوكولاتة، لا خالص. دي تعتبر مكافأة. بس كلمة شكرا دي تقدير يا جماعة، مش مكافأة، ودول حاجتين مختلفين تماما. في ناس هتقولي بس ده لم لعبه يعني يا دينا، مش هقوله شكرا على كل مرة يلم لعبه. أنا معاكم، ده فعلا الواجب بتاعه، هو المفروض يتعلم ان هو بيلم لعبه بعد ما بيخلص. بس هو ده واجب عليه بالنسبة لمين؟ بالنسبة لطفل عنده سنة ونص ولا سنتين ولا حتى 4 سنين؟ احنا ساعات يا جماعة بننسى قد ايه الحاجات اللي بالنسبة لنا عادية بالنسبة للأطفال هي حاجة محتاجة مجهود رهيب. انك تبقي منتظرة ان طفل يسيب اللعبة اللي في ايده اول ما انتي تطلبي منه، ده مش حاجة سهلة بالنسبة له. ان طفل يستنى دوره، ده شيء صعب جدا. ان طفل يبطل يجري ويقف اول ما تنادي عليه، برضه ده حاجة مش سهلة. هو فعلا بيبذل مجهود علشان يعمل الحاجة الصح. فانا لما اجي واقول له شكرا، انا مش بشكره عشان هو عمل واجبه، انا بشكره عشان هو حاول. وبصراحة انا شفت ده بعيني. كل ما كنت بقدر التصرفات الحلوة كنت بلاقيها بتتكرر اكتر. مش عشان ابني مستني كلمة شكر، بس عشان هو حاسس ان في احترام متبادل. ويمكن دي اكتر حاجة بحبها في الموضوع ده، ان انا مش عايزة او بحاول على قد ما اقدر ان علاقتي بابني ما تبقاش كلها اوامر: اعمل، ما تعملش، قوم، اقعد، هات، سيب. لا، انا كمان عايزاه يسمع مني كلمة لو سمحت، كلمة اسفة، كلمة شكرا. الطفل بيتعلم بالطريقة اللي بنتعامل بيها معاه اكتر بكتير من الكلام اللي بنقوله. أنا لو عايزة ابني يبقى شخص بيقدر الناس وبيشكرهم وبيحترمهم، يبقى لازم يشوف ده مني الأول كل يوم. وأعتقد دي من الحاجات اللي غيرت علاقتي بابني فعلا وخلت فيه تعاون بينا أكتر، وخلت المقاومة تقل والعند كمان يبدأ يقل، وخلت كلمة شكرا في بيتنا هي كلمة طبيعية جدا. وده ولا دلع ابني ولا خلاه يتوقع مقابل لكل حاجة، بالعكس، ده خلاه يحس إن البيت مكان فيه تقدير، وإن التصرف الحلو في بيتنا بيتشاف. حاجات أنا كنت مقتنعة بعكسها تماما قبل ما أخلف، بس لما عشتها على أرض الواقع غيرت رأيي 180 درجة. ومن ساعتها بقيت مقتنعة إن كلمة شكرا الصغيرة دي ممكن تعمل فرق أكبر بكتير مما احنا متخيلين. يمكن لو رجع بيا الزمن قبل ما أخلف
هقرا نفس الحاجات اللي كنت بقراها، لأن القراية مهمة والتعلم منها مهم، والثقافة في التربية في غاية الأهمية. بس هفكر نفسي بحاجة واحدة بس مختلفة، إن مش كل حاجة هقراها هتنفعني، ومش كل طريقة هتناسب ابني، ومش كل قناعة عند غيري لازم تبقى هي دي قناعتي أنا. إحنا بنتعلم من الكتب ومن الناس ومن الخبرات، بس برضو بنتعلم من ولادنا. كل يوم معاهم بيعلمنا حاجة جديدة، ويمكن دي أحلى حاجة في الأمومة، إن هي ملهاش كتالوج واحد. كل أم وكل طفل بيكتبوا الحكاية بطريقتهم هم. يا رب تكون الحلقة القصيرة دي عجبتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست قعدة أمهات.